بتحب الشتاء؟ ملي عينك منه بقى. كانت النهارده مش خفيف لكنها مخيفه جدا. يلا بينا نقسم على المستوى بسرعه. يلا علاء. يلا يا صاحبي. سنة 9767 قبل الميلاد حصل انتقال ما بين العصر الجليدي والعصر الهولوسيني، هو اسمه كده، ما كانش فيه وقتها ايس ولا حبوب هلوسه. الانتقال ده خلى كوكب الارض يمر بتغيرات مناخيه كبيره جدا ادت لارتفاع درجات الحراره وذوبان الانهار الجليديه، وبرغم ان دي لحظه فارقه جدا في تاريخ تاسيس الحضارات ان المناخ بقى معتدل اكتر، وده عمل تغيرات في البيئه الطبيعيه وساهم في اصدار الزراعه، فاتنقل الانسان من صيد الحيوان للزراعه عشان يقدر يحقق مبدا التغذيه والاكل وكهن الفلاحين، وبدايه ظهور الحضاره الزراعيه في مناطق كتير زي منطقه الهلال الخصيب اللي كانت بتشمل العراق وفلسطين وسوريا ومصر. بدات المجتمعات في بناء بيوت حوالين الاراضي الزراعيه دي، وده اتاح لهم تطوير الانظمه الزراعيه والاقتصاديه، ودي كانت بدايه انشاء حضاره المصريين القدماء او الحضاره السومريه في العراق. الا ان التغيرات المناخيه دي مش دايما كويس، دي ادت الى هلاك حضارات ثانيه واختفاء كائنات كتير، واصبح الخوف الاكبر عند الناس ان تغيير المناخ اللي جاي مش بس هياثر على بلاد بعين، لكن هياثر على العالم كله. بداية بالتاريخ، فالتغيرات المناخية حصلت على كل دول حضارات العالم على مدار كل القرون والأزمنة. على سبيل المثال، في العصور القديمة كان في فترات من ارتفاع درجات الحرارة زي عصر الدفء في العصور الأولى. العصر ده ساهمت الظروف المناخية الملائمة فيه إلى ازدهار الزراعة في أوروبا. قصاد ده كان في فترات من البرودة الشديدة زي العصر الجليدي، والعصر ده أثر بشكل كبير جدا على حياة البشر. نشأت حضارات كتير قوية زي حضارة المايا في أمريكا الوسطى. في حضارة اسمها المايا. لكن التغيرات المناخيه ادت لانهيار الحضارات دي بسبب الجفاف او الفيضانات. في الحضاره الرومانيه برضو كانت التغيرات المناخيه سبب في انخفاض الانتاج الزراعي، وده ادى الى اضطرابات اجتماعيه وازمات اقتصاديه. الامثله دي بتوضح ازاي ان المناخ ممكن يبقى ليه تاثير عميق على المجتمعات. اللي بنقدر نشوفه حاليا في ان الفجوه في الناتج الاقتصادي بين اغنى الدول وافقرها بتزيد بشكل سنوي. عندنا مثلا في مصر المؤرخ المقريزي كتب كتاب اسمه اغاثه الامه بكشف الغمه، واللي بيحكي فيه عن 18 مجاعه اصابوا مصر والفترات طويله، واللي منها مجاعه الايوبيين والشده المستنصريه طبعا بسبب تغيير المناخ وانخفاض منسوب ماء النيل، ده اللي ادى لجفاف الزراعه. كل اللي فات ده كله كان بيحصل لاسباب طبيعيه لا انا ولا انت كان لينا دخل فيه، لكن في الحقيقه مع الاستفاده من كل التكنولوجيا والاختراعات اللي احنا قدمناها الا اننا سببنا ضرر كبير جدا للبيئه بندفع ثمنه في التغيرات المناخيه لحد دلوقتي، وهندفع ثمنه بتغيرات اكبر بقت خطر علينا وعلى العالم كله. تغيير المناخ معناه تحولات طويله الاجل في درجات الحراره وانماط الطقس. وارد زي ما قلنا التحولات دي تكون طبيعيه بسبب تغيير نشاط الشمس او انفجارات بركانيه كبيره وغيرها، ولكن من القرن ال19 كانت الانشطه البشريه هي المحرك الرئيسي في تغيير المناخ، وده بيرجع لحرق الوقود زي الفحم والنفط والغاز، وقطع الاشجار في الغابات زي غابات الامازون، وترك مساحات صحراويه كبيره جدا، مع استخدام كتير من التكنولوجيا والغازات المحرم استخدامها. وده خلى منظمات كتير بتحاول تتحرك للوصول لحل لحمايه الارض من الاخطاء البيئيه اللي بتاثر على التغيرات المناخيه. سنه 1995 اتعمل اول مؤتمر لتغيير المناخ في العالم في برلين وبرعايه الامم المتحده، وكان لمناقشه التغيرات المناخيه وعمل اتفاق والتزامات لتقليل استخدام الغازات اللي بتؤدي الى الاحتباس الحراري. بس الحمد لله ما حدش جاب سيره الكرنب ولا الارنبيط. ولو ما تعرفش الاحتباس الحراري فهو زياده درجه حراره الارض بسبب استخدام الغازات الدفيئه زي ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان، وده بيؤدي لاحتباس الحراره في الارض ويأثر على ذوبان الجليد في القطبين وغرق اماكن من العالم. ده غير طبعا الخسائر الاقتصاديه، غير انه بيكرهك في فصل الصيف اكتر واكتر. والساحل دلوقتي بقى للكبار فقط وعله القوم، والغلابه اللي زيك مش هتعرف تدخل اي حته. انت كحيان يا محمد يا جربوع. على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة نزل مقال بعنوان أزمة المناخ رهان يمكن كسبه، بيقول إن تغير المناخ هو أزمة العصر، والمناخ بيتغير بسرعة أكبر مما نتخيل، ورغم كده إلا إننا مش عاجزين على مواجهة الخطر ده. الأمين العام أنطونيو جوتيريش صرح في سبتمبر 2024 إن حالة الطوارئ المناخية هي سباق إحنا بنخسره لكنه سباق إحنا قادرين نفوز بيه. المعلومة المهمة في الموضوع ده إن مفيش مكان في كوكبنا آمن من الآثار المدمرة لتغيير المناخ، وإن ارتفاع درجات الحرارة يعتبر هو سبب مباشر للتدهور البيئي والطبيعيه والاحوال الجويه القصوى وانعدام الامن الغذائي والمائي، اختلال الاقتصادي والنزاعات والارهاب. ومن نتائج ده ارتفاع مستويات سطح البحر وذوبان جليد القطب الشمالي وموت الشعاب المرجانيه وتحمض المحيطات، ده غير طبعا ظهور الحرائق في الغابات. وبقى واضح جدا ان ما بقاش كفايه ابدا ان احنا نفضل مكملين في نفس الخطوات دي لمواجهه الخطر ده، وان تغير المناخ دخل مراحل لا يمكن الرجوع منها، وان جه الوقت اللي لازم ناخد اجراءات جماعيه وجريئه. فالانهار والصفائح الجليديه في المناطق القطبيه والجبليه هي بالفعل في حاله ذوبان اسرع من اي وقت فات، وده بيتسبب زي ما قلنا في ارتفاع مستويات سطح البحر، وان تلتين مدن العالم تقريبا، واللي بالمناسبه عدد سكانها بيزيد عن 5 مليون نسمه، موجوده بالفعل في مناطق معرضه للخطر، وان 40% من سكان العالم عايشين ضمن 100 كيلومتر من الساحل، وان لو مفيش اجراءات جديه واتخذت بحزم شديد فممكن يجي اليوم اللي نشوف فيه مدن زي نيويورك وشنغهاي
وابو ظبي وريو دي جانيرو واوساكا وغيرهم مغمورين تحت الماء، وده هينتج عنه نزوح ملايين من الناس، يعني كارثه حقيقيه. تغير المناخ يعتبر من التهديدات الكبيره جدا جدا للسلام والامن الدولي، فبسببه بيزيد التنافس على الموارد زي الاراضي والغذاء والميه، وبالتالي بيزود التوترات الاجتماعيه والاقتصاديه ونزوح جماعي للسكان. وباختصار شديد تغيير المناخ هو عامل مضاعف للمخاطر، فالجفاف في افريقيا وامريكا اللاتينيه بيترجم بشكل مباشر لاضطرابات السياسه والعنف. البنك الدولي في بيان له وضح ان في اكثر من 140 مليون شخص في افريقيا، جنوب الصحراء الكبرى وامريكا اللاتينيه وجنوب اسيا هيكونوا مجبرين على الهجره داخل مناطقهم في عام 2050 لو استمر الوضع ده. وده يخلينا نروح لنقطة مهمة جدا، هل تغيير المناخ بيأثر على نسب المية؟ تغيير المناخ بيخلي نزول المطر غير متوقع وبشكل متزايد سنويا، وبالتالي كل بلدان العالم تحاول انها تعيد النظر في طريقة استخدامها للمية العذبة وإدارتها. خليني اقول لك ان المية تعتبر هي التحدي الأكثر إلحاحا في حياتنا. سنة 2022 واجه ثلث المدن في المكسيك نقص في المية، فرنسا حصل فيها أسوأ موجة جفاف في التاريخ، والفيضانات الناتجة عن الأمطار غطت ثلث باكستان، وده ترتب عليه موت أكثر من 1200 شخص وتشريد 33 مليون شخص. وعشان كده كل البلاد شغاله على فكره تخزين الميه لمواجهه خطر الامن المائي المتوقع. حسب تقرير جديد للبنك الدولي تخزين الميه هيكون الحل الوحيد للتكيف مع تغيير المناخ، لان العالم كله هيواجه فجوه في تخزين الميه مع نمو الطلب على الميه العذبه وتراجع الانهار الجليديه والكتله الثلجيه والارض الرطبه. طيب ايه هي الحلول لحل كل مشاكل تغيير المناخ دي؟ اولا لازم توحيد جهود الحكومات والمؤسسات التجاريه والمجتمع المدني والشباب والاوساط المدنيه والاوساط الاكاديميه. ثانيا التكنولوجيا بتساهم في تغيير المناخ من خلال الحد من صافي الانبعاثات ومعالجه 70% من الانبعاثات دي اللي بننتجها كل يوم، والاعتماد على مصادر الطاقه المتجدده زي محطات الطاقه الشمسيه، والاعتماد الفتره اللي جايه بشكل اكبر على عربيات الكهرباء. سنه 2022 حصلت مصر لاول مره على حق تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والحقيقه مصر قدمت مؤتمر من احلى المؤتمرات على مستوى العالم بشهاده الجامعه، واللي اتناقشت فيه قضيه تغيير المناخ. مش انها قضيه بيئيه بس، لا دي قضيه اجتماعيه واقتصاديه، لان نتيجه التغيرات المناخيه بتتغير طبيعه البلاد اذا كانت دوله زراعيه او صناعيه او حتى ساحليه. ومدى الاستفاده من التغيير ده في تكوين الحضاره، بل وبدات انها تقدم نصائح للعالم كله زي استخدام الطاقه المتجدده والتقليل من استخدام البلاستيك وصناعته وحرقه مع تشجيع الزراعه المستدامه. خليني اقول لك احصائيه مهمه جدا، 90% من الكوارث البيئيه اللي بنشوفها هي كوارث متعلقه بالطقس والمناخ، وبتكلف الاقتصاد العالمي 520 بليون دولار كل سنه، وبسببها في حوالي 26 مليون شخص بيقع في مستوى الفقر. الخلاصه، التغيرات المناخيه هي مشكله بيمر بيها كوكب الارض في كل العصور، لكن لما بتكون بترتيب الهي بيكون الغرض من عند ربنا اختفاء كائنات وظهور كائنات جديده وعمل حضارات، حتى لو ده كانت نتيجته اختفاء حضارات تانية. لكن لما بنكون احنا اللي بنعمله في نفسنا، فاحنا لازم ندور على حل نصلح بيه مسارنا، لان الموضوع مش بس شويه حر، الموضوع بيأثر اقتصاديا زي ما قلنا، والا الموجه الحاره هتكون نهايتها في الصيف مع فصل الشتاء اللي انت مش هتلحق تشرب فيه هوت شوكليت ولا تكلم حبيبتك بالليل تسمع صوتها الشتوي، وعبال ما تخلص اغنيه رجعت الشتويه بتاعت فيروز هتلاقي نفسك بتلبس نص كم. وانا وانت عارفين ان كده كده جيبك ما فيهوش فلوس اساسا ان انت تسافر الساحل، وكده كده انت ما فيش في جيب الجاكيت القديم بتاعك فلوس عشان تحور وتقول انا رايح الساحل، انت تتسحل وانت ساكت. عايز اقول لك بقى حاجه مهمه، ان من صباحيه ربنا لحد اخر اليوم الطبيعه لو بتتكلم لكان زماننا بنسمع. في مصر القاهره وتحديدا ميدان المطريه صياح الطبيعه بنفسها، ناهيك عن ان انا شخصيا شاكك بنسبه كبيره جدا ان خرم الاذون نفسه فوق شارع فيصل بالظبط. على المصطبه هننظم رحلات كل يوم جمعه لمشاهده الخرم وهو بيوسع بشكل تدريجي عشان اللي بيحصل ده كتير قوي. سلام عليكم.